ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد وسنة جديدة، كل سنة وانتم طيبين. اللهم بلغنا رمضان جميعا، يعود عليكم الايام بخير يا رب. كل واحد محققش اي حاجة السنة اللي فاتت ان شاء الله السنة دي تكون وش الخير عليه ويحققها. اشتريت كده مشتريات جديدة، بصراحة كنت حابة اعمل لها ريفيو سريع معاكم. هي كلها تخص المطبخ، وطبعا زي ما انتم عارفين رمضان قرب وكله بقى بيبقى عزايم. بصوا بصراحة هو البوكس كبير جدا، مليان حاجات يعني مهمة قوي قوي. انا بالنسبة لي بصراحة بحتاجها. بصوا زي ما انتوا شايفين جبت الولاعة دي. يعني بصراحة انا زهقت من الولاعات التقليدية وبتفضى بسرعة والكلام ده. وجبت برضو السلاطين دي، بس دي احلى حاجة فيها انها مش صغيرة، لا مساحتها كبيرة شوية. ان يتحط مثلا فيها خضار، تحط فيها مثلا سلطة. يعني مش صغيرين، يعني انا جايبة برضو الحجم ده، مش كبير قوي مش صغير قوي، وجبت برضو الحجم الصغير عشان ينفعوني للشوربة. زي ما انتوا شايفين كده، جبت 6 منهم. وجبت من التانية دي 2 بس، عشان خاطر يعني انا قلت ايه للسلطة او للخضار، وكفاية قوي قوي كده. واهم حاجة عندي سلاطين الشوربة زي ما انتوا شايفين. وجبت طبعا علب تلاجة كنت محتاجاها قوي، بينفعوني بقى جدا لو بقى خضار ومش عايزة احطه في التلاجة زي ما هو، اروح حاطاه في العلب دي ومدخلاه التلاجة. طبعا اهم حاجة بيبقى معاهم كده الغطيان بتاعتهم، فبقى يعني ضامنة ان الحمد لله مفيش حاجة هتدلق في التلاجة. دي اول حاجة. تاني حاجة طبعا بينفعوني قوي قوي في الجبن، واحنا على طول عندنا يعني جبن في التلاجة، فما بحبش يعني اجيبهم كده من السوبر ماركت احطهم بعلبهم كده في التلاجة، لا احطهم في علب التلاجة بيكون احسن. طبعا العلب دي في منها اكليريك وفي منها ازاز، بس انا بصراحة بالنسبة لي يعني الازاز احسن. زي ما انتوا شايفين كده، هو طقم بيجي جواه 4. في طقم تاني بيجي جواه 3. 3 سلاطين يعني بالغطيان بتاعتهم، بس بصراحة يعني انا حبيت دي اكتر. وبالذات اصغر واحدة دي عشان اوقات كتير قوي بيتبقى كده اللي هو يعني حاجات بسيطة، بنبقى لو مش عارفين طب دي هنحطها ازاي في التلاجة كده، فالعلبة الصغيرة دي هتنفعكم جدا برضو. وفي بقى مثلا يعني زي ما انتوا شايفين كده، هي بتبقى مقاسات ورا بعضها. هو كان متوفر منهم الوان كتير قوي. طبعا هي ما بتبقاش الالوانات دي في العلب نفسها، بتبقى في الغطيان بس بصراحة يعني انا عجبني اكتر لون اللي هو البينك، فعشان كده جبته. اهو كده زي ما انتوا شايفين. عايزة كمان اقول لكم على حاجة، يعني هي امي فرحت قوي 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 بالحاجات دي، عشان هي كانت بتحتاجها جدا. وفعلا انا بالنسبة لي بصراحة الحاجات دي مهمة قوي. يعني انا عروسة وجايبة الحاجات دي يا جماعة بصراحة في جهازي. طبعا مش السلاطين والحاجات دي، بس العلب التلاجة دي حاجة اساسية قوي قوي. والعلبة دي بقى جبت فيها المج. طبعا المج ده بنات كتير قوي قوي بتحبه، اسمه مج البابلي. بصوا يا جماعة هو شكله بجد بجد تحفة، يعني اللي هو يخطف القلب كده. بصوا حلو ازاي. هو عايزة اقولكوا كفاية بس اصلا شكله، يعني انا نفسي بتتفتح ان اشرب فيه حاجات والله، من كتر بس حلاوة شكله. وجبت منظم المعالق والشوك والسكاكين ده. بجد يا جماعة الكواليتي بتاعه طلع خطير. يعني عايزة اقول لكم بجد المنظم ده لوحده انا عامله له فيديو قصير موجود على القناة، روحوا شوفوه. حلو قوي، وبياخد كمية كبيرة قوي قوي من المعالق والشوك والسكاكين، بصراحة يعني حلو قوي، وسعره كمان حلو جدا. كان نفسي اعمل لكم والله يعني فيديوهات كتير قصيرة فيها ريفيو عن كل حاجة لوحدها زي ما عملت كده في منظم المعالق، بس معلش اعذروني انا الفترة دي والله مشغولة جدا. يعني ان شاء الله خير باذن الله، الفتره الجايه تبقى كلها كده فيديوهات حلوه وافكار جديده ان شاء الله تعجبكم. زي ما انتوا شايفين كده اهوت. دي علبه فيها طقم كوبايات، برضو عايزه اقول لكم يعني بنحتاجها جدا جدا، وبالذات طبعا رمضان داخل علينا والضيوف، وانتوا عارفين طبعا كل الكلام ده. اهو زي ما انتوا شايفين كده، ده طقم كوبايات شاي. عايزه اقول لكم هي التضليعه اللي جايه في الكوبايه دي يعني طالعه ترند قوي. هي بصراحة انا شفتها يعني هي عجبتني وخطفت قلبي وكل حاجة، عشان كده جبتها. زي ما انتوا شايفين كده. وعايزة اقولكوا كمان هي حجمها حلو قوي قوي، يعني حجمها بجد مناسب جدا جدا للشاي والقهوة والعصير. بس بصراحة انا ما جبتهاش عشان كده، انا جبتها للشاي بس. لان زي ما انتوا شايفين انا جبت تاني طقم كوبايات كده عشان العصير والمية. اهو كده زي ما انتوا شايفين. بصوا حجمها حلو قوي وشكلها بصراحة تحفة. الشكل ده يا جماعة مهما عدى سنين مش بيقدم، بحبه قوي قوي. وعايزه اقول لكم كمان يعني انا جايبه منه في جهازي والله، حلو قوي. اهوت كده زي ما انتوا شايفين.
دي كانت كل حاجة الفيديو النهاردة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وكل سنة وانتم طيبين. واتمنى طبعا اكيد الفيديو لو عجبكم ادعموني بلايك وشير وفعلوا الجرس واشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. ومن دلوقتي للفيديو الجاي هتوحشوني قوي، ويلا باي باي.